هاي ازيكم جميعا عاملين ايه؟ النهارده عندنا الكبده المقليه بتاعه المطاعم اللي كلنا بنحبها، ولما بنيجي نجربها في البيت دايما بتطلع غامقه، علشان الكبده بتبقى غامقه والزيت بيبقى غامق فالدنيا بتبقى صعبه قوي مع بعض. تعالوا نعملها النهارده بطريقه حلوه واعرفكم سر انها تبقى فاتحه زي بتاعه المطاعم، وتاكلوها بالهنا والشفا وتبقى طريه من جوه وتقرمش من بره. الأول هنجيب الكبدة بتاعتنا اللي هي هتبقى كندوز صغير، كندوز صغير يعني من عجل صغير كده عشان تبقى قريبة من البيتيلو شوية. البيتيلو بتبقى فاتحة قوي فمش كل الناس بتحبها يعني، لكن الكندوز الصغير دي بتبقى نفس اللون اللي احنا بنحبه يعني. بس حاول نقطعها بقى شرايح رفيعة كده على قد ما نقدر. وبعد كده الناس بقى اللي بتحب تغسلها باللبن وتغسلها بالحاجات دي، يعني صراحة أنا باشطفها شطفة من برّه كده بسيطة، وبعد كده بابدأ أقطّعها. بس موضوع اللبن والحاجات دي صراحة ما جرّبتهاش وما عنديش، فيستحسن نخلّينا زي ما إحنا طول عمرنا متعودين إن إحنا نشطفها كده من برّه وخلاص، يعني لإن بعد كده نقطّع الslices بقى زي ما إحنا عاوزين، مش محتاجة طبعًا تتشطف. فزي ما إحنا شايفين كده شرايح متقطعة، ولمّا بنلاقي الجزء اللي برّه اللي بيشد ده اللي هو بيخلّي الكبدة تكرمش معانا بنشيله مع كل شريحة يعني، لإن ساعات ما بيطلعش مع كل حاجة يعني لمّا بتبقى كتلة على بعضها. بس زي ما إحنا شايفين كده ده كيلو أهو، قطّعه تقطيعة حلوة. هنجيب ملح وفلفل وشطة وكمون وتوم وكزبرة، ومهمة جدًا الكزبرة الناشفة علشان بتظهر الطعم أوي. ولو حابين نزود معلقة مستردة برضو تبقى حلوة قوي، دايما بعملها بس ما صدفتش بقى ان انا كان معايا. بس وهنجيب بقى ايه نعمل بقى الخلطة بتاعتنا الحلوة دي، اللي هي البقسماط، حبة بقسماط عليهم دقيق ونشا ومعلقة بيكنج باودر علشان الكبدة ما تكشش معانا، وهنخلطهم كويس قوي كده مع بعض، ومعاهم يعني ملح وفلفل كده بصوت، ما نكترش عشان ايه احنا حاطين ملح وفلفل على الكبده بس. ونبطن بقى صينيه بالبقسماط كده عشان ما تلزقش في الصينيه، وما بين كل ما نخلص دور نحط ايه ورقه بلاستيك كده او كيس بلاستيك علشان ما تلزقش في بعضها، ونسيبها في الفريزر شويه قبل القلي. فزي ما احنا كده شايفين انا ببطنها كده وبحطها اول طبقه بس بتبقى عليها البقسماط، وبعد كده بحط ايه كيس البلاستيك بس. تطلع فاتحه معاكم وشكلها حلو ونفس الطعم اللي بره بالظبط، وجربوها كده وقولولي رايكم. بس هنحط طبعا ادي خلصنا دور وهنحط البلاستيك معاها بس، ونخلص بقى نسيبها بقى في الفريزر يعني لو احنا مستعجلين نسيبها مثلا نص ساعة على الأقل، لو مش مستعجلين يعني براحتنا ممكن نخزنها كمان. بس بنقليها بقى كويس زي ما احنا شايفين اللون طلع فاتح ازاي وحلو. ودايما اللي بطلع بقى الحاجة مش على مناديل، على مصفى، لان مناديل الكلينكس بتسحب الزيت وبتطري الحاجة اللي احنا بنقليها. فبس زي ما بصوا بقى كده طلعت ازاي حلوة، فاتحة من جوه وطعمها حلو قوي وطرية، وبالهنا والشفا. وجربوها وقولولي لو عجبتكم، يعني اسمع بقى منكم بالكومنتات كده. اوكي، يلا اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.